السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت عايز أتكلم في موضوع اليوتيوب والمشاهدات والاقتراحات والمشتركين والحاجات اللي هي المواضيع اللي تخص اليوتيوب عموما. أنا كنت عايز أتكلم مع أخواتي والناس اللي هي بتشتغل يوتيوب برضه. كنت عايز أعرف، أنا بالنسبة لي أنا شخصيا بالنسبة لقناتي قناة صغيرة لسه ببدأ. أنا بادئ بقالي أكتر من سنتين مثلا، لكن انا ممكن ما اكونش منتظم في النشر بتاع الفيديوهات بصفه مستمره. يعني انا اعرف ان في ناس بتنشر فيديوهات كل يوم، وفي مثلا فيديوهين في الاسبوع او حاجه زي كده. بس انا الى حد ما انا شغال، يعني انا شغال وبتعب على الفيديوهات وبجيب افكار وبشتغل، لان انا شغال زي ما حضراتكم عارفين. انا قناتي اسمها مشروبات ومأكولات وشوارع. بشتغل في حاجات تخص المشروبات اكتر، وبحاول بقدر الامكان ان انا اصور في شوارع معينه. انا كنت مثلا بتحرك على قد ما بتحرك وكده فبصور. لكن انا عايز اعرف موضوع المشاهدات ده، هو هل المشاهدات دي معايا انا لوحدي؟ يعني قله المشاهدات معايا انا لوحدي ولا مع الناس كلها؟ طب الفيديو اللي مثلا اللي اليوتيوب بيقترحه، اليوتيوب ما بيقترحش الفيديوهات بتاعتنا ليه؟ ليه المحتوى اللي هو اللي ما بيفيدش الناس اساسا اليوتيوب بيقترحه؟ واحنا الحاجات اللي هي مثلا ممكن تفيد الناس في بيوتها، ممكن تفيد الناس في شغلها، ايا كان انا او غيري، في ناس بتعمل محتويات جامده جدا اجمد مني بكتير، واليوتيوب ما بيقترحش الفيديوهات بتاعتها. الفيديوهات المقترحه دايما حضراتكم عارفين طبعا الكلام ده كله في الدول العربيه كلها، وممكن في العالم كله كمان. الفيديوهات المقترحه اكتر اللي هي الرقص بقى، والحاجات اللي هي يعني مثلا معلش واحد بيطلع يرقص رقصه معينه، واحد يطلع ينكش شعره، واحد يطلع يقول لك انا عملت ايه النهارده، اصل انا رحت النهارده مش عارفه فين. حاجات كلها في الاخر انا ما استفدتش حاجه من الفيديو، ممكن يكون ترفيهي. يعني انا اللي انا اعرفه مثلا عن اليوتيوب ان هو موقع ترفيهي من البدايه خالص، يعني بدايه نشأة اليوتيوب ده ان هو موقع ترفيهي. لكن احنا لازم نستفاد برضه. يعني انا عن نفسي لما احب اعرف اي معلومه معينه عن اي موضوع بفتح اليوتيوب وببحث عن الموضوع ده علشان اعرف استفاد وعلشان اعرف اوصل لحاجه. فليه اليوتيوب ما بيقترحش الفيديوهات بتاعتنا اللي هي الحاجات اللي هي ممكن تكون تعليميه، او حاجات بتفيد الناس، او حاجات معلومات عامه، معلومات في مهنه، معلومات في حاجه معينه؟ اليوتيوب ما بيقترحهاش. اليوتيوب بيقترح الناس اللي هي معلش، يعني انا اسف، اللي بترقص واللي بتعمل، معلش مع احترامنا للكل طبعا، انا بقدر الناس وبحترمها، الله اعلم ممكن يغير محتوى. في ناس كتير جدا كانت بادئه اليوتيوب محتوى ترفيهي اللي هو ممكن الفيديو في الاخر ما يفيدش حاجه، لكن الناس دي يعني حولت الموضوع لحاجه مفيده. واعرف ناس كتير جدا لا داعي لذكر اسماء من الناس دي، حولت القناه بتاعتها والمحتوى بتاعها لحاجات بتفيد الناس فعلا. انا طبعا اتمنى ان الناس كلها تبقى بتقدم محتوى مفيد، لكن انا عايز اعرف حضراتكم يعني اللي يقدر يقول لي معلومه او يقدر يقول لي مثلا نصيحه اعملها في اليوتيوب ان انا اظبط قناتي شويه او اعلي المشاهدات والمشتركين، يعني يقول لي. انا والله العظيم بجد حابب ان انا افيد الناس، يعني عامل اليوتيوب بحيث ان انا مثلا لو حد عايز اي معلومه او اي سؤال ممكن انا اكون اعرفه، وانا اقل الناس طبعا، وانا الفقير الى الله. يعني بتمنى ان انا يعني انا اخد ثواب عليها، يعني الثواب الاكتر، يعني هو انا احب الثواب اكتر من اي حاجه. فيا ريت اي حد من حبايبنا اللي بيشوفني او بيتفرج على الفيديو دلوقتي يا ريت يقول لي لو في نصيحه، لو في كذا، لو هو مثلا الوضع ماشي ازاي معاه. نبدا نتشارك مع بعض الراي ونقف جنب بعض، ونتمنى لكل الناس انها تكون حاجه كويسه، والكل ينجح في محتواه، المحتوى المفيد للناس. انا بدعوكم طبعا للاشتراك في القناه. لو اي حد اول مره يشوفني يعني يشترك في القناه ويدعمني، وانا والله العظيم عايز اقدم حاجه كويسه. فيا ريت اللي بيتفرج عليا او بيشوفني يدعمني، وان شاء الله خير للجميع ان شاء الله رب العالمين، ونقدم نصيحه لبعض كلنا. وانا من كتر ما بتفرج على الفيديوهات اللي هي بتاعت الشروحات بتاعت اليوتيوب، انا ممكن اقدم المحتوى بتاع الشروحات ده يعني. ومعلش هم ما بي يعني مثلا ايه، ما بيبخلوش علينا بحاجه وكده، والناس بتقول لنا كل حاجه اللي هم بتوع الشروحات، يعني ايا كان كل واحد باسمه في الدول العربيه كلها او في مصر او غيره بيقولوا كل حاجه. فانا ممكن مثلا ان انا اقدم محتوى زي ده، لان انا بقيت حافظ اليوتيوب بس مش قادر ان انا اعمل حاجه من الحاجات اللي فيها اكشن وحاجات. موضوع المونتاج برضه، والمونتاج اللي هو الاحترافي، الموضوع ده صعب شويه عليا لانه عايز امكانيات، وحضراتكم عارفين كويس ان موضوع الشروحات ده او موضوع المونتاج بيحتاج مونتاج جامد جدا. وانا برضو عامل الفيديو ده وبتكلم في الفيديو ده دلوقتي مع حضراتكم علشان اجرب ان انا اتكلم كده من غير ما اكون مجهز حاجه. على فكره انا مش مجهز حاجه، انا جيت فاتح التليفون كده والكاميرا وجيت متكلم على طول، بتكلم مع اخواتي والناس كلها. يا رب الناس تسمعني ونكون عند حسن ظنكم في اي حاجه تحبوا تعرفوها. انا طبعا بتكلم في القناه بتاعتي عن المشروبات والمأكولات والشوارع اللي هو شغلي،
اللي هو انا بحاول اقدم حاجه مفيده انا استفدت بيها، او حاجه معلومه عندي اقدر اقدمها للناس. وان شاء الله خير للجميع، يا رب يوفق الجميع يا رب. ولو اي حد عنده اي استفسار في اي حاجه تخص المشروبات والمأكولات وكده، يعني يا رب يسيب لي كومنت وانا اقدر افيده ونستفاد. ويا رب انا يعني ارجو من حضراتكم ان انتوا لو في اي نصيحه حد يقدر يقدمها لي قدمها لي. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.